في سنة 2019 منتزه جليسر الوطني شال اللافتات اللي بتقول إنه الأنهار الجليدية حتختفي بحلول 2020، وكل الناس افتكروا إنه الخطر انتهى. لكن الحقيقة لا، لأن الأزمة الحقيقية عمرها ما كانت الأنهار الجليدية نفسها، هي الديون المائية الخفية اللي بتتراكم تحت غرب أمريكا. انهيار بطيء ممكن يشل شبكة الكهرباء في الغرب ويفرغ الخزانات ويخلي ملايين الناس يدوروا على المياه في ال10 سنين الجايين. دي أزمة محدش واخد باله منها، فعشان كده فتشنا في سجلات الحديقة والتقارير الداخلية والأبحاث اللي ورا لافتات حديقة جليسر الوطنية المشهورة اللي مكتوب عليها اختفت بحلول 2020. لما شالوا اللافتات العناوين صورت ده كدليل إن الأنهار الجليدية بتتعافى، بس ده ما حصلش. النموذج الأصلي لسنة 2003 فشل، والتصحيح كشف عن حاجة أخطر بكثير لكل مدينة واقعة أسفل مجرى النهر. العلماء رجعوا في 2010 علشان يرجعوا البيانات. اللي اكتشفوه غير القصة كلها. الجليد كان بيتزعزع أسرع من أي توقع. نهر سبيري الجليدي موجود في مكان عالي جو منتزه جليسر الوطني، وهو واحد من أكثر الكتل الجليدية اللي بيتم مراقبتها في الولايات الأمريكية 48 المتجاورة. من سنة 2013 هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتتابعه سنة وراء سنة من خلال برنامج الأنهار الجليدية المجاعية، وكل القياسات بتشير لنفس الاتجاه: النهر الجليدي بيفقد كتلته. تساقط الثلج ما بقاش يعوض اللي بيذوب في الصيف. الجليد بيقل سمكه قدام عينينا. سبيري بقى دلوقتي المؤشر لكل حاجة تانية في الحديقة، والأرقام بتوضح صورة كئيبة جدا. في سنة 1850 المنطقة اللي بقد الوقت حديقة جليسر الوطنية كان فيها حوالي 150 نهر جليدي، ولما الحديقة اتفتحت سنة 1910 أغلبهم كانوا لسه موجودين وبقوة. بحلول سنة 2015 ما بقاش فيه غير 26 بس، منهم كبار كفاية علشان يتصنفوا أنهار جليدية. الجداول اللي كانت بتتغذى من الأنهار الجليدية دي بدأت فعلا تحس بالتأثير، بقت المية فيها أدفى وأقل. الجداول دي بتوصل لأعلى مستوى لها قبل الوقت اللي كانت بتوصله فيه بأسابيع. في ناحية سانت ماري من الحديقة سمكوا البول تراوت اللي ما يقدرش يعيش غير في مية قريبة من التجمد بقى دلوقتي مصنف كنوع معدد. والضرر مش بيوقف عند حدود الحديقة بس. الفلاحين اللي تحت في مجرى النهر ابتدوا يلاحظوا إن مستوى المية بقى أقل وبيوصل في مواسم غلط، وده بيحصل كل سنة. سجلات درجات الحرارة بتوضح ليه ده بيحصل. من سنة 1900 حديقة جليسر الوطنية ارتفعت حرارتها بحوالي 1.3 درجة مئوية، يعني 2.4 درجة فهرنهايت، وده أسرع من المتوسط العالمي بنسبة 80% تقريباً. الثلج بيدوب دلوقتي قبل على الأقل أسبوعين. من زمان لما اتعملت النماذج الأصلية للأنهار الجليدية الجبال شكلها بيتغير، خطوط الأشجار بتتحرك لفوق وبتنتشر في المروج الجبلية اللي كانت زمان برد قوي عليها وما كانتش تقدر تعيش فيها. حتى الوديان المظللة اللي كانت بتحمي أكبر حقول جليد في الحديقة بقت دلوقتي بتسخن. الجيوب دي من الهواء البارد كانت بتدي الجريد شوية وقت، بس الحماية دي كان ليها حدود، والحدود دي بتختفي دلوقتي. إدارة الحديقة نفسها مش عايزة تتكلم عن الموضوع ده، وفي أسباب لكده. عدد الزوار دايماً بيوصل لحوالي 3 مليون في السنة. الكتيبات اللامعة لسه بتعرض. الأنهار الجليدية والجبال المغطاة بالثلج. الحراس لسه بيشاوروا على نهر جرينيل الجليدي من نفس الممر اللي الناس مشيت عليه من 50 سنة. بس نقاط المراقبة قربت أكثر من الأماكن اللي كان فيها الجريد زمان. العلماء اللي بيدرسوا الحديقة مش متفائلين خالص. دان فاغري الباحث في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اللي قاد النمذجة الأصلية للحديقة قضى سنين بيحذر إنه الاتجاه ماشي في اتجاه واحد. هو وصف كتير من الأنهار الجليدية اللي لسه موجودة في الحديقة إنها مش أكتر من كتر صغيرة من الجليد على الأرض، لأنه القلق الحقيقي عمره ما كان حوالين إذا التوقع القديم أخطأ بكم سنة. الموضوع وضوعه كله في اللي هيحصل لما آخر احتياطي جليد ثابت في جبال الروكي يبطل يشتغل خالص. النهر الجليدي مش مجرد مية متجمدة على الجبل، هو أشبه بآلة. هو بيجمع ثلج الشتاء
ويمسكه لحد الربيع، وبعدين يسيب المية تدريجي في أكثر الشهور حرارة وجفاف. التوقيت ده مهم جدا. أول ما الجليد يبقى رفيع زيادة عن اللزوم، النظام كله بيبطل يشتغل. الثلج لسه بينزل ولسه بيدوب، بس دلوقتي بيدوب بدري في مايو بدل أغسطس، وبينزل كله مرة واحدة في النهر. إجمالي كمية المية ممكن يبان إنه هو بس التوقيت كله اتلخبط، وفي غرب أمريكا التوقيت هو كل حاجة. ده حصل فعلاً مع كتير من الكتل الجليدية الصغيرة في الحديقة، لسه باينة في صور الأقمار الصناعية، بس ما بقتش بتتصرف زي الأنهار الجليدية. بالنسبة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الكتل دي بقت راكدة، وحتى لو شكلها لسه زي ما هو، هي دلوقتي بتشتغل بطريقة مختلفة. أول الشروخ بتظهر في أضعف نقطة في نظام المياه، وفيه مثال واضح حصل قريب من باب مونتانا، ومحدش عايز يتكلم عن الموضوع ده لأنه كشف قد إيه النظام كله هش وضعيف. في 17 يونيو 2024 سيفون قناة سانت ماري انفجر. أول انهيار حصل الساعة 8:45 الصبح، وبحلول بعد الظهر ماسورة السيفون كانتا تعطلتا تماماً. الانهيار كان عمقه من 30 إلى 50 قدم. القناة كانت بتنقل 600 قدم مكعب في الثانية وقت ما حصل الانهيار. فرق مكتب الاستصلاح كانوا عارفين بالفعل إن واحدة من ماسورتي السيفون كانت فيها شروخ. كانوا بيراقبوه وبيأملوا إنه يصمد الموسم ده، لكنه ما صمدش. استبدال السيفونات حيكلف حوالي 70 مليون دولار. الكونغرس وافق على حزمة طوارئ مؤقتة، وولاية مونتانا أضافت كمان 26 مليون دولار. بحلول أواخر يونيو 2025 المياه رجعت تجري قبل الجدول المحدد. بصوا على كل اللي بيعتمد على الماسورة دي. نظام سانت ماري بيوصل تقريباً 70% من تدفق نهر ميلك في السنة العادية، وبيوصل ل100% في السنين الجافة، وكمان بيوفر مية شرب ل18 ألف شخص في مونتانا، وبيروي أكثر من 140 ألف فدان من الأراضي الزراعية. دازيري 106 آلاف ملعب كرة قدم. أمة بلاكفيت معتمدة عليه. حصن بالكناب كمان معتمد عليه، ومعاه 8 مناطق ري منفصلة منتشرة في المنطقة. فلما السيفون تعطل ما كانتش مشكلة جزئية، دي كانت وقفة كاملة للنظام كله. لموسم زراعة كامل المية وقفت تتحرك في شبكة، كل حاجة تحتها كانت مبنية عليها. السد التحويلي لسه بيتبني من جديد، والبناء حيستمر لحد سنة 2028. تحت السد سيفون هولز كولي متحدد له يتغير فعلا بعد ما المهندسين قالوا إنه هو نقطة الفشل الجاية المحتملة. يمكن يكونوا صلحوا المواسير بس ما صلحوش المشكلة. كل اللي عملوه إنهم غيروا حلقات قديمة في سلسلة لسه بتتعرض لنفس الضغط. وكمان ده ما بيعالجش مشكلة نقص المياه من المصدر، لأن المشكلة مش في البنية التحتية اللي تحت، المشكلة في الإمداد اللي جاي من فوق. هو نظام المصدر اللي كل حاجة تانية معتمدة عليه، والمصدر ده موجود جوه حديقة وطنية، ولسه الناس بتتعامل معاه في خيالهم كأنه مكان طبيعي جميل، مش كمحرك مائي بيتعطل. الجليد حيفضل موجود بشكل أو بآخر لعقود. طب ليه؟ القبائل الأصلية ومناطق الري الزراعي بالفعل بيتخانقوا على فلوس الطوارئ. ليه بيصلحوا مواسير اتبنت أيام ما كان وودرو ويلسون في البيت الأبيض؟ ممكن تفتكر إن دي مشكلة تخص مونتانا بس الحقيقة مش كده. في قمة جوه الحديقة اسمها تريبل ديفايد، حط نتفة ثلج فوقها. على حسب هي وقعت على أنهي ناحية من الصخرة، النتفة دي هتوصل في الآخر ل3 محيطات مختلفة. المية اللي رايحة ناحية الغرب بتدخل في نهر فلات هيد، وفي الآخر بتوصل للمحيط الهادي. لو راحت ناحية الشرق هتوصل لنهر ميزوري، بعدين نهر الميسيسيبي، وبعدين خليج المكسيك. ولو راحت ناحية الشمال نهر سانت ماري بياخد المية ويمشي بيها لحد كندا، وبعدين لحد المحيط القطبي الشمالي. قمة واحدة و3 محيطات. ده معناه إن التلج اللي في الحديقة دي مش بيغذي مونتانا بس، ده بيغذي شبكة الكهرباء في شمال غرب المحيط الهادئ، وأراضي القمح في السهول العليا، وأنهار بتعدي حدود دولية. اقتصادهم مجتمعين، قيمته مئات المليارات من الدولارات. ناحية فلات هيد هي الأهم في توليد الطاقة، فيه 3 روافد بتغذيها. الفرع الشمالي بيحدد الحافة الغربية لمنتزه جليشر الوطني.
الفرع الأوسط بيجري على طول الحدود الجنوبية. الاتنين بياخدوا مياه الذوبان مباشرة من حقول الجليد في المنتزه قبل ما يندمجوا بعد كده في مجرى نهر فلات هيد الرئيسي. الفرع الجنوبي بيجي من منطقة بوب مارشال البرية جنوب المنتزه، وبيضيف كمية مياه أكبر من نظام الثلوج الأوسع هناك. كل حاجة بتتجمع في خزان هنجري هورس اللي بيبعد حوالي 15 ميل بس من المدخل الغربي للمنتزه، ومن هناك المية بتتحول لطاقة. سيد هانجري هورس بيغذي شبكة فيها 31 منشأة كهرومائية فيدرالية في شمال غرب المحيط الهادئ. على قمة النظام ده بيجي سد جراند كولي اللي هو العمود الفقري للإنتاج في المنطقة. لكن سد هانجري هورس مش بيشتغل بشكل ثابت، هو بيشتغل حسب جداول تشغيل وقت ذروة الطلب. هو بيزيد تشغيله لما الطلب بيعلى في أكثر شهور السنة حرارة في أواخر يوليو وأغسطس وبداية سبتمبر. الأسابيع دي بالضبط هي اللي كان فيها زمان جريان المياه اللي بتغذيها الأنهار الجليدية بيعمل شغل التثبيت في الحلفية. دلوقتي التوقيت ده بيتغير. الناحية الشرقية مختلفة بس برضو مهمة جدا. الجريان ده بيغذي مزارع القمح والشعير والبنجر السكري في السهول الكبرى الشمالية. بعض الحبوب دي بتروح للأسواق الكندية. معاهدة المياه الحدودية لسنة 1909 لسه بتحكم إزاي بيتقسم نهر سانت ماري ونهر ميلك بين البلدين. المعاهدة دي كلها بتفترض إن الجريان ثابت تقريباً، بس هو مش كده. لما ذروة الجريان دي تبطل تشتغل بكامل قوتها، الضرر مش بيقف عند ولاية واحدة، ده حتى مش بيقف عند دولة واحدة. وفي البعد تاني للموضوع ده نادراً ما حد بيتكلم عنها. إدارة طاقة بونفيل اللي هي الBPA بتبيع كهرباء في 8 ولايات في الغرب. هي بتسحب الكهرباء من نظام طاقة مائية مبني على افتراض أن تدفق النهر ثابت وقابل للتوقع، وتسعيرهم معمول على أساس الإنتاج المتوقع. ولما الإنتاج ده يقل، الBPA يا إما بتشتري كهرباء بديلة من السوق المفتوح، يا إما بتنقل النقص ده مباشرة لشركات المرافق. وفي الحالتين التكلفة بتقع في الآخر على فواتير البيوت. وفي نفس الوقت المنطقة دي بقت بتجذب أسرع معدل نمو في الطلب على الكهرباء في أمريكا الشمالية. مراكز البيانات الضخمة زي اللي بتشغلها مايكروسوفت وجوجل اتبنت هنا لسبب بسيط واحد، وهو الكهرباء المائية الرخيصة والموثوقة من نظام نهر كولومبيا. ودلوقتي هم بيكبروا عشان يشغلوا أحمال الذكاء الاصطناعي اللي بتحتاج كهرباء أكتر كمان. وفي نفس الوقت النظام اللي بيغذيهم بقى أقل قابلية للتوقع. وكل ده بيرجع لنفس الحوض، نفس الثلج والجليد اللي فوق اللي بيغذي شبكة كولومبيا بما فيها المية اللي بتدوب، وكانت زمان بتعوض الطلب في آخر الصيف. الطلب بيزيد بسرعة والبنية التحتية بتكبر في السن. المية اللي جاية من المنابع اللي بتثبت النظام كله بتقل بشكل مستمر. هنا القصة بتبطل تكون عن الجليد وبتبدأ تكون عن حاجة أصعب بكتير في الإصلاح. لما سيفون سان ماري عطل يوم 17 يونيو 2024 المية وقفت عن الحركة، لكن حقوق المية ما تعلقتش ولا أي عقود اتلغت. النظام كان شغال تمام على الورق، لكن النهر نفسه ما كانش شغال. الفجوة دي بين السجلات القانونية والواقع الفعلي هي أخطر حاجة، وتقريباً محدش بيتكلم عنها. القانون اللي بيعمل الفجوة دي اسمه الأسبقية في الاستحقاق، يعني الأول في الوقت، الأول في الحق. أقدم المطالبات لها أولوية في الوصول للمياه، وده بيتنفذ من خلال سجلات المحاكم وقرارات إدارية راجعة للقرن العشرين، ولحد النهاردة لسه بيعتبروها ملزمة قانونياً. تخيل 2 من أصحاب المزارع على نفس جزء نهر سانت ماري في شمال مونتانا، عائلة قدمت طلب للمياه سنة 1908 والعائلة الثانية وصلت سنة 1962. في سنة جافة لما منسوب النهر ينخفض عن اللي هم الاتنين محتاجينه، عائلة 1908 بتاخد حصتها كاملة. عائلة 1962 ما بتاخدش أي حاجة، لا حتى كمية أقل ولا أي حاجة خالص. النظام اتصمم علشان يضمن الاستقرار للمستخدمين الأوائل، وفعلا بيشتغل، بس نسي حاجة واحدة، هو ما تصممش لنهر بيصغر سنة ورا سنة. الحقوق دي اتكتبت وقت ما كان تدفق المية في الصيف ثابت، وذوبان الجليد كان بيوفر احتياطي موسمي موثوق. دايما كانوا فاكرين إن الاحتياطي ده هتستمر للأبد،
بس ده ما حصلش. الجليد اللي كان بيوازن الأنهار دي ما بقاش يتصرف زي نظام تخزين، ولما النظام الطبيعي ما يطابقش الورق القانوني العواقب بتكون فورية وظالمة. أصحاب الحقوق اللاحقة بيتقطع عنهم المية، أصحاب الحقوق الأقدم بيتفرجوا على اللي بيحصل من نفس ضفة النهر، ولما النقص يستمر النظام بيتفكك أكتر. أصحاب الحقوق اللاحقة بيعترضوا على تقليص حصصهم في محكمة حقوق المياه، أصحاب الحقوق الأقدم بيدافعوا عن أولوية حقهم. القضايا دي ممكن تفضل ماشية سنين، وطول ما العملية القانونية ماشية على مزاجها الإمداد الفعلي للمياه بيستمر في النقصان تحتها. مونتانا مش لوحدها في ده، أيداهو، وايومينغ، كولورادو، يوتا، نيفادا وكاليفورنيا كلهم بيطبقوا نسخ من نفس القاعدة. الخريطة القانونية كلها للغرب الأمريكي اتعملت عشان توزع مورد كانوا متوقعين إنه يفضل زي ما هو. قبيلة جروس فانتري وأسينيبوان في فورت بلاكناب قضوا سنين بيتفاوضوا على حقوق المياه المرتبطة بنهر ميلك. الاتفاقية اللي بيحاولوا ينهوا تفاصيلها في 2026 متضبطة على متوسطات تدفق من فترة كان فيها الجريان الجليدي بيزود النهر بشكل مصطنع. المياه اللي اتبنت عليها المتوسطات دي أصلاً بدأت تختفي. مبدأ وينترز لسنة 1908 إدى القبائل المعترف بها فيدرالياً حقوق مياه بتيجي قبل أغلب مطالبات الولايات. نظرياً ده بيخلي حقوق القبائل من أكثر الحقوق المحمية في الغرب. عملياً الحقوق دي معتمدة على مدى استمرارية النهر اللي توعدوا بيه، والنهر ده بيتغير أسرع من أي تسوية ممكن تحسب حسابه. نفس الفجوة بين التوزيع والواقع اللي بتسبب مشاكل في مونتانا دلوقتي بتهدد أكبر اتفاقية مياه عابرة للحدود في تاريخ أمريكا الشمالية، معاهدة نهر كولومبيا. نظمت السيطرة على الفيضانات وتنسيق الطاقة الكهرومائية عبر حوض أمريكا وكندا لعقود، وكانت دائما تعتبر نموذجا للاستقرار عبر الحدود. وبعدين في سنة 2025 المفاوضات توقفت فجأة. المعاهدة اللي النظام كله بيعتمد عليها بقت دلوقتي في وضع معلق، وفي نفس الوقت النظام الفيزيائي اللي اتكتبت عشانه بقى صعب يتعرف عليه. والتوقيت هنا مهم لأنه معاهدات المياه مش بتشتغل في فراغ. حوض كولومبيا بيدعم جزء كبير من الطاقة الكهرومائية في أمريكا ومناطق زراعية رئيسية ومسارات شحن حيوية، وفي نفس الوقت جزء كبير من التحكم في النظام موجود جوا كندا. الاتفاقية اتبنت على افتراض إن النهر نفسه هيفضل ممكن التنبؤ به. الافتراض ده بدأ ينهار. الغريب إن النظام لسه شكله كويس من برا، الخزانات قريبة من المستويات المستهدفة، السدود الرئيسية لسه بتفرغ المياه. في معظم أجزاء الحوض تدفق النهر لسه قريب من المتوسطات التاريخية، لكن مظهر الاستقرار بقى هش أكتر وأكتر. السبب اللي بيخليها تبان صحية هو نفس السبب اللي بيخليها في خطر. الزيادة المؤقتة الناتجة من ذوبان الجليد لسه مستمرة. الجليد بيدوب أسرع من اللي بيتعوض، والذوبان الإضافي ده بيظهر على شكل مية زيادة في الأنهار. نفس الفقدان اللي هيعمل نقص بعدين هو دلوقتي اللي مخبي النقص ده. كمان كان في موعد نهائي صارم مدفون في المعاهدة الأصلية. في سبتمبر 2024 انتهت أحكام السيطرة على الفيضانات اللي كانت مضمونة لمدة 60 سنة، ولما ده حصل النظام اتحول لبروتوكول لإدارة الفيضانات كل حالة على حدة، وده عمره ما كان معمول عشان يتحمل كل التغيرات اللي بتحصل دلوقتي. ده إطار معمول أصلاً لنهر مختلف تماماً. السيناتور ماريا كانتويل من ولاية واشنطن حذرت إن تصاعد التوترات التجارية ممكن يعرض اتفاقية نهر كولومبيا كلها للخطر. وفي نفس الوقت إدارة بونفيل للطاقة الكهربائية أحالت طلبات التعليق إلى وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية فضلت الصمت في العلن بقالها شهور. المهم مش كمية المية اللي باينة في النظام دلوقتي، المهم إذا كانت القوانين اللي بتحكمه لسه مناسبة لطريقة تصرفه لما الضغط يرجع. الهيدرولوجيين عندهم اسم للنقطة الفاصلة دي، اسمها ذروة المياه. دي اللحظة اللي فيها النهر اللي بيتغذى من الجليد بيوصل لأعلى معدل تدفق قبل ما يبدأ ينخفض بشكل دائم. لما النهر الجليدي يبقى في حالة توازن بيفقد تقريباً نفس كمية المياه اللي بياخدها من تساقط الثلج، لكن مع ارتفاع درجة حرارة المناخ التوازن ده بيتكسر. الجليد اللي استغرق قرون عشان يتراكم بيبدأ يذوب أسرع من اللي ممكن يتعوض،
ولمدة معينة ده فعلاً بيزود تدفق النهر. مياه ذوبان إضافية بتضاف فوق الجريان الموسمي العادي، فالأنهار بيبقى منسوبها أعلى والخزانات بتبان مليانة أكتر، وكل النظام ده بيتغذى باندفاع ممكن يستمر لعقود. بعد كده النظام بيتخطى حد معين، الجليد بيصغر لدرجة إنه ما يقدرش يوفر التدفق الإضافي ده. مرحلة الزيادة المؤقتة بتنتهي، واللي بيجي بعدها مش رجوع للوضع الطبيعي، بيبقى في هبوط لمستوى جديد، مستوى أقل وأقل قابلية للتوقع من أي حاجة البنية التحتية اتصممت عليها. لحد سنة 2026 الغرب الأمريكي لسه جواه الموجة، في بعض الأحواض الصغيرة عدت قمتها بالفعل. الأنظمة الأكبر زي كولومبيا وميزوري متوقع توصل للذروة بتاعتها في فترة ما بين الثلاثينات والخمسينات. السنة بالضبط بتعتمد على حوض التصريف، قوانين الخزانات، عقود الري، جداول توليد الطاقة الكهرومائية، كلهم لسه معتمدين على التاريخ القريب. التاريخ القريب ده شكله فيه وفرة، بس هو متضخم بعقود من مياه الذوبان الإضافية اللي مش هتستمر. مرحلة غير طبيعية بتتعامل كأنها دائمة. الوكالات الفيدرالية فاهمة ده. مكتب الاستصلاح قال بالفعل بلغة تقنية إن الافتراض القديم ما بقاش ينفع. الفكرة دي بقت قديمة، بس ما فيش حاجة في المصب اتغيرت، كل حاجة لسه مربوطة بنفس السجلات التاريخية دي. تغييرهم معناه إننا نعيد فتح اتفاقيات قانونية وسياسية بقى لها عقود مرة واحدة. فعشان كده النظام بيشتغل على تناقض هو نفسه مش قادر يعترف بيه بشكل رسمي. مشروع نهر الحليب لسه صرف 70 مليون دولار علشان يغير مواسير كانت بتغذي عقود مكتوبة على القوانين القديمة. نفس المناطق اللي معاها حقوق أقدم في 2026 هتفضل معاها في 2040، حتى لو المية ساعتها ممكن ما تبقاش موجودة أصلاً. في حوض مائي مجاور مشروع ريفلات هيد بيواجه عدم توافق كبير في البنية التحتية. تم تركيب مضخات جديدة في أوائل العشرينات من القرن الحالي، وكانت مصممة للتدفق الأقصى. لكن لو كانت هذه الزيادة في التدفق بقت استثناء مش القاعدة، الأنظمة دي مش هتتأقلم معها، هتفضل مصممة لنهر أكبر. هيئة BPA في نفس المأزق، هي بتوقع عقود بيع كهرباء بتستمر لعقود طويلة. الجولة الأحدث بتفترض إنه إنتاج الطاقة الكهرومائية هيكون زي ما كان في آخر 30 سنة. 30 سنة دول فيهم الزيادة دي، بس 30 سنة الجايين تقريباً أكيد مش هيكونوا كده. حتى الجهات الصغيرة اتزنقت في نفس المشكلة. المقرضين الزراعيين في مونتانا وشمال أيداهو كانوا بيدوا قروض تشغيلية بضمان قيمة الأراضي الزراعية. القيم دي مبنية على ظروف تدفق المياه الحالية. الضمان اللي وراء القروض دي بيعتمد على توصيل المياه بشكل منتظم. لما التوصيل بيتقطع قيمة الضمان بتقل ومحافظ القروض بتقل معها. البنوك الإقليمية وبرامج الإقراض الفيدرالية ما حسبوش ده كخطر حقيقي. طيب إيه المفروض يسد الفجوة لما الموضوع ينتهي؟ الهيئات اللي بتدير السدود عارفة إيه اللي جاي؟ استراتيجية المناخ في مكتب الاستصلاح بتعترف بشكل واضح إنه السجلات التاريخية ما بقتش توصف الظروف اللي جاية. فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي عملوا توقعات متعدلة حسب المناخ لنظام نهر كولومبيا. المكاتب الإقليمية كلفت دراسات تأثير شاملة على مستوى الأحواض عشان يفهموا معنى التغير في الهيدرولوجيا بالنسبة للتشغيل على الأرض، بس ولا واحد فيهم غير قواعد التشغيل. ليه؟ لأنه تغيير القواعد بيهدد الملكية. كل حق مائي ذو أسبقية في الغرب هو ورقة بتشتغل، بس لو النظام اللي وراها فضل ثابت. أول ما الأساس يتغير بشكل رسمي الورق ده هيبقى محل نزاع، وكل واحد في النظام عارف كده. فعشان كده العلم بيتقدم في تقارير داخلية وسيناريوهات مناخية، لكن النظام اللي ظاهر للناس مش بيتغير معه. القرارات حتفضل ماشية على النظام القديم، لأن تغييره حيشعل خلافات محدش في أي جهة عايز يكون مسؤول عنها. ده بيخلق واقع منقسم جوه المؤسسات. في نسخة من النهر موجودة في النماذج والتوقعات، وفي نسخة تانية موجودة في التصاريح والعقود، ولسه النسخة التانية هي اللي بتحكم فعلا اللي بيتبني وبيتم تمويله وتسليمه، مش علشان المعلومات ناقصة، لكن علشان التصرف بناء عليها مرة واحدة هيكسر اتفاقيات كتير في نفس الوقت.
قانون الأمن المائي لشمال مونتانا دلوقتي بيتحرك في الكونغرس. هو بيقترح تمويل إضافي لمشروع نهر ملك بقيمة 1.5 مليار دولار. مشروع القانون بيتعامل مع القنوات القديمة والسدود اللي بتفشل والتخزين، لكنه مش بيتكلم عن المنشآت اللي هيتعاد بنائها دي هتوصل إيه. الجليد مش قادر يبقى بمثابة احتياطي لآخر الصيف زي ما كان دايماً، فيلك المهندسين في الجيش الأمريكي بيواجه نفس المشكلة، بس في جزء تاني من النظام هو مسؤول عن التحكم في الفيضانات عبر أحواض الأنهار الكبيرة. هم عارفين كويس إن أنماط الفيضانات القديمة ما بقتش زي زمان، وبسبب الورق والإجراءات مفيش حاجة بتتحرك. النظام بيستمر شغال حتى والناس اللي بتديروا فاهمين إنه الأرض اللي تحته بتتغير، ولما الفارق يظهر في الآخر مش هيظهر في كل مكان مرة واحدة، هيظهر في مكان معين أول. كل توقعات تدفق المياه بعد الزيادة بتشير لنفس الاتجاه. التدفقات في الأحواض اللي بتتغذى من الجليد المتبقي في الحديقة حتنخفض. في وقت ما بين الثلاثينات والخمسينات تدفق المياه الأساسي في الصيف هيقل جامد ومش هيرجع تاني. السنة ممكن تكون محل نقاش، لكن الاتجاه نفسه مش محل نقاش خالص، ولا سيناريو فيهم بيتضمن إن المياه دي هترجع تاني، ولا عقد كبير واحد مكتوب على أساس انخفاض دائم. والسدود اللي تحت مجرى النهر أصلاً ما تصممتش أبداً على أساس إن الانخفاض هيبقى دائم. خزان هانجري هورس اتبنى عشان يتعامل مع التغيرات الموسمية، مش عشان فقدان طويل المدى في تدفق المياه. لما منسوب المياه ينخفض زيادة عن اللزوم، النظام ما يبقاش بيشتغل كاحتياطي وبيبدأ يبقى قيد. التوربينات بتفقد كفاءتها وبتبطل تولد. وبعيد عن البنية التحتية، نفس النمط بيتكرر في الزراعة. مناطق كاملة اتوسعت على أساس إن التدفق العالي للمياه حيفضل مستمر. الأراضي اتغيرت واتخذت ديون، والإنتاج اتوسع عشان يناسب نظام المياه اللي أصلاً بدأ يختفي. ولا حاجة من ده بتتعدل في الوقت الحقيقي. فلما التغيير يحصل في الآخر مش هيجي كتصحيح شامل للنظام كله، هيجي على شكل سلسلة من الفشل المحلي، مزرعة ورا مزرعة، منطقة ورا منطقة. دلوقتي كلهم بيدوروا على المية في أماكن تانية وممكن ما يلاقوهاش هناك. مفيش فعلا خطة بديلة، مش بالحجم اللي محتاجينه. أرزاق عدد لا يحصى من المزارعين والرعاة والقبائل، وحتى مستقبل اقتصاد الذكاء الاصطناعي معتمدين على نهر كولومبيا. كانوا فاكرين إنه المية مش هتخلص، بس لأ، ليها تاريخ انتهاء. مكتب الاستصلاح عارف الموضوع كويس، وBPA عارفين برضه، والشركات اللي مضت العقود أكيد تقريباً عارفة هي كمان. ولا واحد فيهم قال كده علناً. مفيش نظام تخزين ممول كبير كفاية يقدر يعوض المخزون اللي كان الجليد بيوفره مجاناً زمان. مشاريع القوانين اللي قدام الكونغرس أغلبها تتكلم عن المواسير القديمة، مش عن فجوة العائد بعد الطفرة في الحوض كله. مفيش اتفاق دولي بيعدل الحصص لما التدفق الفعلي يقل، على الأقل مش في شكله الحالي. وجوه إدارة الاستصلاح أو الهيئة الأساسية مفيش قاعدة بتخليهم يبدأوا إنشاءات جديدة لما النماذج طويلة المدى تدق ناقوس الخطر. كل الاستراتيجيات اللي موجودة دلوقتي بتفضل جوه النظام الحالي. منظمري أكفأ، توسيع الخزانات بشكل بسيط، تحسين التنبؤات، وترشيد الاستهلاك من ناحية الطلب. كل الحاجات دي بتساعد بشكل بسيط، لكن ولا واحدة فيهم تقدر تعوض التخزين اللي الجليد كان بيديهولنا ببلاش. مقارنة بالمناطق التانية، اللي بيميز النظام الشمالي مش بس الضغوط، لكن كمان غياب رد الفعل الواضح. في الجنوب الغربي الأزمة بقالها سنين واضحة للناس. نيفادا أعادت بناء نموذج الحفاظ على المياه بالكامل حوالين الندرة. استخدام المياه في الخارج بقى عليه قيود شديدة. المساحات الخضراء اتشالت حي ورا حي. مدن زي لاس فيغاس حولت تقليل استهلاك المياه لمشروع مدني واضح للناس. في أريزونا وكاليفورنيا الاستجابة لسه مستمرة. حدود على المياه الجوفية، تقليل إجباري للاستهلاك، أراضي زراعية اتسابها بور، ونقاش عام دايم عن مين حياخد أقل وإمتى. حتى الصناعات الجديدة مضطرين يبرروا احتياجهم للمياه قدام قلة المعروض. المشكلة مش متخبية ليوم تاني، الجدال عليها بيحصل علناً. أجزاء من قطاع الزراعة في كاليفورنيا اتقال لهم فعلاً يقللوا النشاط، وفي الضواحي اللي بتتوسع في أريزونا القيود على ضخ المياه بتزيد سنة ورا سنة. حتى محاولات استخراج الليثيوم الجديدة في الجنوب الغربي بتعكس نفس الواقع.
الضغط على المياه بيتعامل معاه كأنه قيد أساسي ومحدد. لكن في الشمال أكتر الصورة بتبان مختلفة تماماً. في الأحواض اللي بتتغذى من حديقة جلاسير الوطنية فيه ضغط فعلاً، بس التوقيت هو اللي مخبيه. زيادة التدفق خلت الأنظمة شكلها ثابت حتى مع إن أساسها بيضعف. المواسير لسه بتنقل المياه، العقود لسه بيتم احترامها، المعاهدات لسه بتتقرأ، كأن مفيش حاجة أساسية اتغيرت. عشان كده مفيش حملات توعية عامة ضخمة للحفاظ على المياه في أماكن زي جريت فولز. مفيش قيود ري على مستوى الولاية في أيداهو، بس في حدود محلية بسيطة زي تشديد الرقابة على توصيلات الري الجديدة في أجزاء من فلات هيد بدل ما يكون فيه مواجهة عامة أوسع. الإلحاح واضح بالفعل في البيانات، لكن على أرض الواقع بتحس كأنه كل حاجة طبيعية. أصعب حاجة المجتمعات المتضررة إن الناس الأكثر تعرضاً هم أقل ناس ليهم صوت. مزارعي القمح في مقاطعة فيليبس ما وقعوش على معاهدة نهر كولومبيا. مربي المواشي اللي قريبين من هافر ما وافقوش على عقود هانجري هورس. أعضاء القبائل في محمية بلاكفيت ما صوتوش على معاهدة المياه الحدودية. هم هيكونوا أول ناس يدفعوا الثمن لما المياه تبطل توصل في ميعادها، وكمان هم اللي هيدفعوا الثمن الأكبر. مربي المواشي زي جوكيب وتيري لينس زينك بيعيشوا دلوقتي فعلاً عواقب اختفاء الجليد. لسنين طويلة تراكم الثلج والأنهار الجليدية كانوا بيغذوا الجداول ببطء، وده كان بيخلي المراعي خضراء وبيساعد مربي المواشي يقدروا يتحملوا حر أغسطس القاسي. لينيس زينك شاف أرضه بتتحول لتراب قبل ميعادها بكام شهر عن زمان. من غير مية الجبال الباردة اللي بتجري في قنوات الري العشب بيبطل ينمو، ولما العشب بيختفي كل حاجة بتبدأ تنهار معه. جوكيب شاف البرك بتنشف والجداول بتصغر لحد ما تبقى شبه معدومة في الوقت اللي المشية محتاجاهم فيه أكتر حاجة. مربي المواشي بيتحطوا قدام قرارات مستحيلة، يا إما يبيعوا الماشية بدري يا إما يصرفوا آلاف علشان ينقلوا المية للأرض اللي كانت بتوفرها ببلاش. الموضوع مش بس عن تربية الماشية. بالنسبة لقبيلة بلاكفيت الموضوع عن الحفاظ على أسلوب حياة موجود هنا من أجيال، ودلوقتي هم بيتأقلموا مع الوضع في الوقت الحالي. هم بيكافحوا علشان حقوقهم في المياه، وبيستعيدوا الأراضي الرطبة، وبيبنوا منشآت تحاكي سدود القنادس علشان يبطئوا جريان المياه ويحبسوها قبل ما تختفي. لأن في محمية بلاكفيت ذوبان جليد الأنهار الجليدية مش مجرد قصة مناخية بعيدة، ده فعلاً بيغير مين اللي يقدر يفضل عايش على الأرض. 26 نهر جليدي اللي لسه ليهم أسماء جوه الحديقة مهمين جداً، ولو كانوا حيفضلوا موجودين كمان كام سنة ولا لأ ده موضوع عليه جدل. الموضوع ده فيه آراء كتير ومش سهل تحسمه، لكن اللي واضح إن الأنهار الجليدية بتصغر لما ذوبان الصيف بيكون أسرع من تساقط الثلج في الشتاء. كتير من ده في إيد الطبيعة وارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. ممكن كمان تفتكر إنه مهم نوضح إنهم المصدر الوحيد لمية الحوض، بس الحقيقة عمرهم ما كانوا كده. إجمالي حجم المية اللي بتنتج عن ذوبانهم صغير مقارنة بالثلوج الموسمية والمية الجوفية. هم بيفرغوا المية في الشهور اللي ما فيش فيها أي مصدر تاني بيطلع مية. الموضوع في التوقيت ده ما فيش مشروع يقدر يعوضه. المشكلة دي مش هتتحل بالفلوس. لما التوقيت يتلخبط كل حاجة اتبنت حوالين مية الصيف هتتلخبط معاها. الأنهار مش هتنهار مرة واحدة، هيفشلوا في الشهور اللي الكل بيعتمد عليهم فيها أكتر حاجة، يوليو وأغسطس، أكتر وقت حر في السنة لما الأراضي بتحتاج مية وطلب الكهرباء بيزيد، وده بيخلق ضغط عشان نلاقي حلول. وطول ما الزيادة دي مستمرة لسه في فرصة نتصرف وقت نعيد بناء قدرات التخزين ونعدل توقعاتنا. بس الاختيارات دي بطيئة وغالية ودايما بتتأجل بسبب الطوارئ اللي شكلها أكتر إلحاحاً. سيفون فشل، سد اتضرر، معركة قضائية على التوزيع، جولة تانية من التصليحات. كل واحدة فيهم بتتعامل لوحدها، ولا واحدة فيهم بتتربط بالتغيير الكبير اللي تحت السطح. فالنظام يفضل مشغول، مش لأنه مستعد، لكن لأنه دايماً بيصلح اللي لسه اتكسر، وده هو الفخ. كل ما الحاجات تفضل شغالة لفترة أطول كل ما تبان عادية أكتر، وكل ما تبان عادية أكتر بيبقى أصعب تبرر إنك تغير كل حاجة. وقت ما التغيير يبقى واضح في الحياة اليومية الخيارات السهلة بتكون خلاص راحت.
البنية التحتية هتفضل موجودة والاتفاقيات هتفضل سارية، بس الظروف اللي اتبنت عشانها مش هتكون موجودة. القصة دايماً بترجع لحقيقة أساسية واحدة: التلج في منتزه جليشر الوطني مش مجرد منظر، كان جزء من نظام المياه في الغرب من وقت ما الناس بدأت تقيسه على إنه حاجة يعتمدوا عليها ويبنوا عليها كل حاجة تانية. بس هو عمره ما كان كده. الوكالات الفيدرالية خططت على الأساس ده، وكمان مكاتب المياه ومفاوضين المعاهدات والمقرضين وشركات الخدمات ومديري المدن عملوا نفس الكلام. دلوقتي بقى واضح إنه التلج مش بس بيقل، الموضوع إنه جزء كبير من اللي اتبنى في اتجاه مجرى النهر كان بيعتمد عليه من غير ما يعترف بده. دلوقتي النظام وصل للحد الأقصى ومفيش بديل للي كانوا فاكرينه دايم. شكراً إنك انضميتي لي النهاردة، يا رب تكون استمتعت بالفيديو. ولو حابب تشوف فيديوهات زي دي أكتر يبقى يا ريت تشترك في القناة وتفعل الإشعارات، فعلاً بيفرق كتير. شكراً تاني وأشوفك المرة الجاية في ماب باك.